ده نموذج فاضي كتبنا فيه الكلمة دي، احنا عايزين نعرفه بالتيبل ده. طب التيبل ده فيه ايه؟ فيه عبارة عن داتا اسمها ادخال ادمن جديد ويبدأ بالرقم 1000. طب ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة ولا حاجة. طب انا دلوقتي عايز اعرف ده اللي هو الفورم 15 ده بيه، بحيث اي حاجة اكتبها هنا اهو تسمع في ايه؟ في الجدول اللي هو 2 ده. تمام كده؟ واحدة واحدة. طيب طب ما تقول لي، طب ما ندخل، بص يا جماعه عشان تركزوا في الكلام، عشان في ناس مش فاهمه. هتقول لي طب ما تدخل في التيبل وخلاص وريح دماغك. اقول لك لا، حاسب حاسب خلاص حاسب. الجدول ده ما ينفعش تدخل فيه داتا. ه- ليه؟ لانك ده الجدول ده انت ممكن تبوظ الدنيا، ممكن غلطه كده هو تتمسح، لان الجدول ده مش محمي، ما فيهوش سياسه، ما فيهوش معادلات، ما فيهوش اوامر. انما النموذج ده الواجهه بتاعتك اللي انت هتتعامل بيه، فيها معادلات وحسابات وفيها صلاحيات، ومش من حقك تخش هنا، مش من حقك تخش هنا، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب التعريف ما بين النموذج والتيبل، انا عايز اكتب في الفورم 15 ده يظهر يسمع في التيبل 2، يبقى كليك يمين على الفورم 15 ده وديزاين فيو، يعني العلامه السوداء ديت اللي واخده، اللي واخده حوالي 50% من شغلنا كله اهو، نضغط عليها كده اهو، وبنيجي عند كلمه داتا ويقول لك انا عايز تيبل 2. خلاص يبقى كده فورم 2 ده مجرد ما تكتب هنا هيظهر في ايه؟ في التيبل 2. انت عملت حاجه كده؟ اه عملت. طب انا مش شايف حاجه. اقول لك ليه مش شايف؟ لان انت المفروض تدخل بقى ايه، تنزل بايد الحاجه، وهي بقى ايه العده بتاعتك بقى. هتفتح دي، هيقول لك ده معرف بين اللي هو النيم اوتونام والنمبر. طب دول جم منين؟ هم دول يا جماعه موجودين في التيبل 2 اهو، ده وده، واحده واحده. طيب انا عايزها ايه؟ انزلهم هنا عشان اتعامل معاهم اهو. اسحب اسحب. بص بقى يا جماعه الحته الجامده دي، سايف كده. بص خش على 15. الداتا ظهرت اهي. مش دي داتا، دي هي الداتا دي اهي. طب ثواني كده بقى، نكتب مثلا ادخال ادمن جديد، نكتب ما تدخلش حد. تعالى نشوف كده واقفل كده اهو، كروس اهو. شفت يا جماعه اهو، المجرد ما كتبناه هنا اهو كتب هنا. يبقى التعريف ما بين النموذج والتيبل.